عارف من اللي بعثني؟ رئيس الموريتاني تاعكم احمد طلب لدي الصوره تاعك. عارف من اللي بعثني؟ رئيس الموريتاني تاعكم احمد طلب لدي الصوره تاعك. عارف من اللي بعثني؟ رئيس الموريتاني تاعكم احمد طلب لدي الصوره تاعك. اذا متابعينا الكرام، متابعه للفضائح ديال الجزائريين في الكوت ديفوار، وبطبيعه الحال نتكلم عن رموز النظام الجزائري اللي كيخلصهم وكيعطيهم الفلوس باش انهم يمشيو ينشروا البروباغندا التافهه ديال النظام الجزائري. وكما تعلمون يوم امس تم اعتقال المدعوه صوفيا بلمان من طرف السلطات الايفواريه بعدما نشرت فيديوهات كتسب وكتشتم في الايفواريين والافارقه. لكن الخطير في الموضوع انها ايضا كانت تقوم بانتحال الصفه. انتحال الصفه كما شاهدتم في بدايه هذا الفيديو، كانت تقول لرجال الشرطه ديال الايفواريين، وبعضهم كان يتكلم باللغه العربيه، كانت تقول لهم انها مرسله من طرف الرئيس الموريتاني، مرسله من طرف الرئيس الموريتاني. وهذه في حد ذاته انتحال للصفة ومسألة متعلقة بالتزوير، تزوير الهوية ومجموعة من الأمور الأخرى. وهنا مجددا متابعينا الكرام كنشوفوا على أن النظام الجزائري كيعول على أمثال هؤلاء الكراكيز المعاقين ذهنيا والمتخلفين عقليا. فهذه مشات كتقول لهم بانها مبعوثه من طرف الرئيس الموريتاني، وكانها باغي تورط الموريتانيين في الشوهه اللي دايرين الجزائريين في الكوت ديفوار وفي شوارع الكوت ديفوار. وصدقوني متابعينا الكرام، هناك العشرات والعشرات ديال الفيديوهات ديال الجزائريين في الكوت ديفوار اللي كتوثق يعني الحاله من العنصريه اللي كيمارسوها ضد الافارقه، وكيحاولوا على انهم يقوموا بالسخريه من تقاليد وطرق العيش ديال الافارقه. وهذا بطبيعه الحال نابع من عقده النقص اللي كيعاني منها الجزائري المستحمر، لانه كيظن راسو على انه شي قوه كبيره في القاره الافريقيه، في حين على انه كنشوفوا هذه الدول مثلا ما فيهاش طوابير على ابسط المواد الغذائيه كيف ما كنشوفوا مثلا في دوله النفط والغاز بين قوسين. وهذه عقده النقص هي اللي كتخليهم على انهم يحاولوا ينشروا هذه البروباغندا التافهه ديال النظام الجزائري اللي في نهايه المطاف كتقلب عليهم. والان السلطات الايفواريه على ما اظن بدات حمله ضد هؤلاء الجزائريين، بدايه من هاد صوفيا بلمان اللي تم الاعتقال ديالها وسوف يتم طردها من الكوت ديفوار. وهذا الفيديو اللي نشرت لكم في بداية هذا المقطع كيبين على أنها كانت تقوم كذلك بانتحال الصفة، وكانت تدعي على أن الرئيس الموريتاني هو اللي صفتها. وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة أخرى خطيرة جدا على السلطات الإيفوارية تكون على علم بها، كذلك على السلطات الموريتانية تكون على علم بمثل هذه التصرفات، لأنهم كينتحلوا الصفة ديال الرئيس الموريتاني ولا موظفين لدى الرئيس الموريتاني كيف ما سمعتوا في بداية هذا الفيديو. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.